ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم تاني في قناه. النهارده الفيديو الاكثر طلبا على القناه عندي هو والفيديو اللي جاي اللي هو افضل بودره وافضل برايمر للبشره الدهنيه. طيب النهارده هنتكلم على اول جزء منهم هو البرايمر. ايه افضل برايمر للبشره الدهنيه؟ بعض الترشيحات اللي انا هرشحها لكم. طب اول حاجه، ايه هو البرايمر اصلا للناس اللي مش عارفه ايه هو البرايمر؟ البرايمر بمنتهى البساطه في كلمتين هو منتج بتحطيه على بشرتك بعد ما تغسليها كويس قوي تبقى نظيفه. بيعمل اكتر من حاجه. اول حاجه بيداري العيوب اللي عندك، يعني لو انت بشرتك باهته، لو انت عندك احمرار، عندك مسامات واسعه، دي شغله البرايمر ان هو يصلح المشاكل دي قبل كريم الاساس. تاني حاجة يطول فترة الميك اب. سبب من الأسباب إن إحنا بنحط برايمر إن هو يثبت لنا أو يطول لنا العمر بتاع الكريم الأساس على وشنا. الناس اللي بتشتكي دايما كريم الأساس بتاعي ما بيقعدش معايا وقت طويل، بلاقيه ابتدى بشرتي تشربه، ما بيطولش معايا، ما بيقعدش 6 ساعات على بعضيهم. السبب ان انت ما بتحطيش برايمر مناسب. تالت سبب وده مهم جدا للبشره، ان انت بتهيئيها لكريم الاساس او للميك اب اللي انت هتحطيه عليه. احنا بنغسل وشنا كويس وبنستخدم مرطبات كويسه، بس لازم البرايمر على وشك بيهيئ البشره على الكريم الاساس اللي جاي. لو انت مرتاحه وانت ما بتحطيش برايمر قبل كريم الاساس دي حاجه بتاعتك جدا، بس احنا بنقول ان البرايمر كمان بيعمل كعازل ما بين كريم الاساس وما بين وشك، فبيدي شويه حمايه للبشره من كريم الاساس او من الضرر الكامل بتاع كريم الاساس. طيب احنا كده عرفنا سريعا ايه هو البرايمر. طيب ايه هي انواع البرايمر؟ البرايمر انواع كتير جدا 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 جدا. اول نوع اللي هو الملون، اللي هو بيبقى اخضر واحمر، او بيبقى اخضر، بيبقى لون ازرق، بيبقى لون بنفسجي. البرايمرات الملونه دي بتعالج البشره. يعني انا شخصيا بستخدم البرايمر البنفسجي لما الاقي ان بشرتي بهتانه او دبلانه، بحب جدا استخدم البرايمر البنفسجي. لو انتي بشرتك عندك احمرار او عندك حبوب لونها احمر وباينه قوي، استخدمي البرايمر اللي لونه اخضر. افضل مثال انا حابه اقول ثلاث انواع من التوب في البرايمرات الملونه. لو عايزه حاجه رخيصه، دراج ستور بتاع الف انا شايفاه ممتاز جدا جدا جدا، سعره حلو قوي، كمان الافكت بتاعه حلو. يعني اول ما بحطه بلاقي ان ابتدى وشي ينور شويه. طبعا ما بينورش قوي لان ده برايمر، بس بلاقي ان في فرق بينه وما بين لو حطيت كريم الاساس من غير لما احط برايمر قبليه. سعره مش غالي، كمان الافكت بتاعه حلو. لاحظت ان البرايمر ده بالذات شويه بيملى المسامات عندي وبيديني نعومه على البشره. طبعا ده مش الشغل بتاعه، هو برايمر بنفسجي عشان بس البهتان اللي في وشي، بس ده حاجه زياده، ده بونص على البرايمر ده. فده كان اول واحد ارشحه. تاني واحد بتاع ميك اب فور ايفر اللي هو البنفسجي. اي حاجه انت عايزاها هتلاقي البرايمر المناسب ليكي عنده. البرايمر البنفسجي بتاعهم ممتاز قوي برضو. تالت شركه بيكا. بيكا منزله خط جديد البرايمرات، منزله منهم واحد بنفسجي، ده ممتاز جدا، بيدي اشراقه للبشره، بيدي كده نضاره ليها. فلو حابه تشتري حاجه غاليه عندك الاتنين دول، لو حابه تجربي حاجه رخيصه انصحك بألف. تاني نوع من البرايمرات اللي حابه اكلمكم عليه النهارده هو البرايمر بتاع المسامات او اللي بيملى المسامات. الناس اللي بشرتها دهنيه عارفه الكلام اللي انا بقوله، دايما بتعاني من مسام واسعه خصوصا هنا عند الخدود، الحتت دي او عند الجبهه، وساعات بيطلع هنا، وطبعا المناخير. طيب انا عندي ترشيحين النهارده كالعاده، واحد غالي وواحد رخيص. الغالي من بنفيت اللي هو البروفيشنال، انا متاكده ان انتوا عارفينه وشفتوه كتير، ممتاز 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 لموضوع المسامات. كمان بيخلي الميك اب بيندمج بسهوله على البشره، بيدي نعومه كده بقى قبل الفاونديشن. فده بصراحه انا برشحه جدا، لو عندي مناسبه على فكره انا بلجأ لده او بروح لده. البديل ليه او اللي الناس بتقول عليه ان هو بديل ليه من ميبلين اللي هو البيبي سكين. طبعا سعره نص سعر بتاع بنفيت، لكن ناس كتير بتقارن ما بينهم، بتقول ان ده شبه ده. انا شايفه ان ده برضو حلو جدا، اوبشن حلو قوي للدراج ستور، ممتاز للمسامات، فالاتنين دول ممتازين للمسامات. النوع الثالث للبرايمر وهو الماتيفاينج او اللي هو بيطفي اللمعه شويه اللي في البشره. ده برضو حبيب الناس البشرة الدهنية. عادة بيتحط البرايمر ده بتركزيه شوية على المنطقة اللي في النص او منطقة التي زون اللي عادة بيطلع فيها كمية دهون اكتر شوية من الوش. لو انت بشرتك مختلطة او حتى لو بشرتك دهنية، المنطقة دي اكتر منطقة بيطلع فيها دهون كتير. انا بصراحة ما عنديش غير ترشيح واحد وهو البرايمر ده من ريميل اللي هو اسمه ستاي مات. ممتاز بمعنى الكلمة، يعني
انا ما عنديش ترشيح غيره، وده ممتاز جدا. انا جايباه جديد بقاله كام شهر عندي، بس بصراحه حلو قوي قوي قوي. غير ان هو بيبقى بيعمل مات او بيطفي او بيقلل افراز الدهون فيقلل اللمعه اللي في الوش. كمان لقيت ان هو ممتاز في المسامات. لو انت عايزه تضربي عصفورين بحجر زي ما بيقولوا وتجيبي برايمر واحد للاتنين، انا بصراحه ارشح ده جدا. ده كان تقريبا عامل 10-15 دولار، مش فاكره بصراحه كان بكام. بس الفكره كلها ان ده مش سيليكون، ان البرايمر ده عامل زي الكريم، في نسبة سيليكون. لما تيجي توزعيه بايديكي هتكتشفي ان هو عامل زي السيليكون، لكن ملمسه شوية زي الكريم. فانا شايفة ان ده ينفع استخدام يومي. ناس كتير ما بتفضلش السيليكون، انا شخصيا ما بفضلش البرايمر السيليكون لكل يوم. فاللي هو عامل زي الكريم ده هيبقى اوبشن حلو قوي لو انت عايزه تستخدميه يومي. كمان حته ان هو عامل زي الكريم هيدي شويه ترطيب للبشره، سواء انت بشرتك ناشفه او في اماكن عندك بتنشف، او لو حتى في الشتاء وبشرتك بتنشف هيديكي جزء من الترطيب كويس قوي. فالبرايمر ده من البرايمرات اللي مش واخد حقه خالص، اللي ما شفتش حد يتكلم عليه كتير، انا ده ارشحه جدا جدا جدا. اخر نوع من انواع البرايمر اللي انا حابه اكلمكم عليها النهارده هو البرايمر اللي هو بيتحط قبل الميك اب، علشان خاطر شكل حلو للميك اب وكمان يأهل بشرتك للميك اب. انا عندي النهارده 3 اوبشنز. اول واحد ماك فيكس بلس، ايوه ده ينفع برايمر. اوكي، مبدئيا اللخبطه اللي حاصله عند الناس اللي بتقول ان ده سيتنج سبراي او فينيشنج سبراي. هو فينيشنج سبراي او بتخلصي بيه الميك اب، لكن ده يا جماعه مش مثبت للمكياج، ده مش هيثبت لك الميك اب. ده ايه اللي بيعمله؟ يا اما تحطيه قبل الميك اب عشان تأهلي بيه بشرتك او كبرايمر قبل المكياج، يا اما لو انت حاطه بودره كتير ماك فيكس بلس بيسيح كده البودره كلها على بعضها ويدي منظر فلولس، يدي منظر كده انسيابي جميل. ما بيثبتش الميك اب، ما بيخليهوش يقعد وقت طويل خالص. ده فينيشنج سبراي، ده بتخلصي بيه المكياج بتاعك. ده لطيف جدا، بحيث ان هو حلو جدا على البشره، بيأهلها قبل المكياج، ريحته حلوه، كمان احساسه على البشره حلو، فده جميل جدا. تاني واحد اللي هو الايج روايند اللي هو من ميبلين، ده الاوبشن الدراج ستور او الحاجات الرخيصه. ده لطيف جدا. ما حسيتش ان هو شويه بيعمل حاجه للمسامات، ممكن يكون بيثبت الميك اب وقت اطول، لكن ما بيعملش حاجه للمسامات، ما بيمنعش اللمعه او اي حاجه. هو بس برايمر قبل المكياج. هو شويه الفينش بتاعه سيليكون، مش هتشوفوه عشان خاطر شفاف، لكن انا شايفاه اوبشن حلو قوي 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 تستخدمي قبل الميك اب بتاعك. تالت واحد وده ارخص منهم برضو اللي هو ال W7، كلمتكم عنه قبل كده في فيديو. هو الشفاف اللي هو اسمه كاميرا ريدي، ده برايمر عادي، ما حسيتهوش بيشتغل قوي على المسامات، ما حسيتهوش بيشتغل على الدهون، لكن برايمر حلو قوي تحطيه على خاطر يطول شويه فتره الميك. بس كده، دي انواع البرايمر اللي انا حبيت اكلمكم عليه النهارده. عارفه ان ما اديتش اوبشنز كتير، بس اديتكم اللي فيه الخلاصه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو استفدتوا ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكوا الاشعارات بالفيديوهات الجديده. بس كده، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.